فيلمنا بيبدأ في كلية سانت تريزا، وبنشوف روهان بيستعد للعب مباراة كبادي، وبتظهر نية من بين الجمهور وبتشجعه، وهو بيقدر يلمس واحد من الخصم لكن بيقدروا يمسكوه، فبيستخدم قوته وبيبعدهم عنه، وبيبدأ يطير وبيقدر يحقق الفوز بسهولة. وبعدها بياخد جايزة طالب العام، وبيقعد بعدها مع حبيبته نية وبتكون فخورة بالإنجاز اللي عمله. لكن للأسف بيفوق على واقع مؤلم وبيلاقي نفسه في كلية ديشوري، وبنعرف إنها بتضم الطلاب الفقراء، وصاحبه بيسأله ليه بتفكر في حبيبتك اللي راحت كلية الأغنياء، فبيقوله إن مش هقدر أنساها، وبيفتكر لما كان لسه صغير وبيعبر ليها دايما عن حبه. ومع الأيام بيكبروا ولسه مكملين مع بعض لحد ما السنين بتمر، وبنشوفهم بيخرجوا في كل مكان وحياتهم بتكون سعيدة. لكن للأسف بتروح كلية الأغنياء وبتسيبه وهو ما بيعرفش يروح معاها. وبعدها بيكون في كليته والمديرة بتعلن عن بداية مسابقة الجامعات، وبتطلب منهم يحققوا مركز غير المركز الأخير اللي بيعملوه كل سنة. وتاني يوم بيتمرن مع فريقه في لعب الكبادي علشان البطولة، وبنلاقيه بيزعق لأصحابه علشان مش بينفذوا كلامه. وأول ما أباشك بيقوله روح جامعة حبيبتك، بيتخانق معاه وعايز يضربه. وتاني يوم بيرجع البيت وهو متضايق، وبيلاقي جواب منحة رياضية للانضمام لكلية سانت تريزا، وبيفرح جدا وما بيكونش مصدق نفسه. وبنشوفه بيجري وعمال يتنطط فوق البيوت لحد ما بيوصل لبيت نية، وأول ما بيدخل عليها الأوضة بيلاقيها نايمة وما بيرضاش يصحيها، وبيروح يشتري هدوم جديدة وبيحلق ويعمل ماسك كأنه عريس جديد. واصحابه في المدرسة بيودعوه لأنه مش هيرجع لهم تاني، وبياخد عجلته وبيروح لكليته الجديدة وبيتمشى فيها وهو مستغرب من كل حاجة. بعدها بيوصل القاعة وبيدور على حبيبته، وبيلاقي شيرية عمالة ترقص ومندمجة. وفجأة بيشوف حبيبته نية وبينادي عليها، وهي بتكون مستغربة ازاي دخل الجامعة، وشيرية بتزعقله لأنه قطع رقصها وبتهزقه. وأول ما بتعرف إنه طالب جديد وجاي من كلية ديشوري، فبيقول لها انت ايقاع رقصك بطيء وممل، وبيطلع يرقص ويستعرض مهاراته، وكل الناس بتكون مبهورة بيه. وشيرية بتتضايق وبترمي الدي جي على الأرض وبتسيب المكان وتمشي. وبعدها روهان بيقابل نية وبنشوفها بتعامله بطريقة وحشة، وبيطلب منها يشتركوا في مسابقة الرقص، لكن بترفض ساعتها وبيسألها ليه متغيرة معايا وانا جيت الكلية علشانك، فبتقوله لاني كنت صغيرة وكبرت ويا ريت تعمل الحاجة لنفسك مش علشاني. وبتمشي وهو بيكون مصدوم من كلامها. وتاني يوم المدير بيعلن عن مسابقة طالب العام، ومناف بيقف جنب روهان وبيتعرف عليه، وبنكتشف ان اخو شيرية وواخد طالب العام السنتين اللي فاتوا، وبيطلع يتكرم قدام مدير الكلية وقدام الطلاب. وتاني يوم روهان بيشترك في مسابقة الجري، وأول ما بيبدأ الماراثون بيبان إنه سريع جدا وبيقدر يتجاوز مناف بسهولة وبياخد المركز الأول بسهولة. وقتها شيرية بتكون مستغربة جدا، ونية بتكون مش مصدقة نفسها، ومناف بيهنيه على الانتصار. ومع الوقت مية بتبدأ تقرب من روهان، وحست إنه هيكون البطل الجديد للكلية، وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا وبينسى إهانتها ليه، وبيبدأوا صفحة جديدة مع بعض. وتاني يوم في الكلية بيلعبوا مباراة كبادي، وروهان بيحاول يغلبهم وبيلاقي نفسه متحاصر منهم، وبيقدروا يمسكوه. ساعتها بيخسر قدامهم وبيبان ضعيف قدامهم. وبعدها مناف بيروح غرفة الملابس وبيرفض يضمه للفريق بتاعه، وبيعزمه هو ومية على عيد ميلاده وبيوافقوا. وبالليل بيروحوا عيد الميلاد ولابسين لبس تنكري، وبيقابل أصدقائه هناك وبيفضل يتريقوا عليه وبيطلبوا يدخلوا معاه عيد الميلاد. لكن نية بترفض، لكن شيرية بتروح لهم وبتقول لهم روهان بيقول لكم تدخلوا الحفلة وعايزة تورطهم في مشكلة. وفعلا بيدخلوا المكان وبيفضلوا يشربوا، وروهان بيروح لهم ومستغرب ازاي دخلوا. بعدها شيرية بتمسك المايك قدام الناس، وبيطلع اصحاب روهان على المسرح وبيكونوا سكرانين وبيغنوا المناف وبيتريقوا عليه، وروهان متضايق من تصرفاتهم. وقتها اصحاب مناف بيمسكوهم ويخرجوهم بره، وبيزعلوا لان روهان اتخلى عنهم ومش عايز يقف جنبهم. وتاني يوم روهان بيركن العجلة بتاعته مكان عربية شيرية، ولما بتطلب يشيلها بيرفض يسمع كلامها، لكن بيعرف بعدها انها دهنتها وشوهت شكلها وبتخلي شكله وحش قدام الطلاب، وبيستغرب تصرفاتها. والمدير بيستدعي والد شيرية وبيعرفوا اللي حصل، وبنعرف ان والد شيرية هو الممول والوصي على كلية سانت تريزا، فبيقف قدامها ويضربها بالقلم وبيحذرها تعمل مشاكل تاني. وروهان بيبصلها وزعلان عليها جدا. وتاني يوم مناف وشيرية بيتمرنوا مع بعض، وروهان ونية بيستعدوا للمسابقة، وبعدها بيعرفها انه كتب اسمها على ايده، وهي بتكون مبسوطة وبتحضنه من كتر الفرحة. وبيجي ميعاد مسابقة الرقص وكلهم بيقدموا العروض بتاعتهم، لكن في المرحلة النهائية ايد نية بتفلت وبتقع على الارض وبيخرجوا بره المنافسة.
ووقتها مناف وشيريا بيفوزوا بالكاس، ونيا ورهان بيكونوا زعلانين جدا، ولما بيوصلها البيت بترفض تتكلم معاه وبتسيبه لانهم خسروا، وهو بيقعد لوحده ومتضايق علشانها، فبيقرر يروح لها لكن للأسف ما بتكونش موجودة في الأوضة، ولما بيخرج بيتفاجئ إنها واقفة مع مناف، وبيعرف إنها تعمدت تسيب إيدها ويخسروا المسابقة، وبيكون واقف مذهول، وساعتها بيضرب مناف لأن خانه مع حبيبته، وبتصعب عليه نفسه وبيسيب المكان وبيمشي، وتاني يوم بيروح الجامعة والمدير بيفصله لأنه ضرب مناف، وبيعرفه إنه مش هيعرف يساعده، وهو ماشي بيلاقي مناف مقابله وبيفضل يتريق عليه، وده بيضايق رهان وبيضربه، لكن اصحاب مناف بيتحدوه ويضربوه، وهو بيكون ضعيف وما بيكونش عارف يدافع عن نفسه، ونيا بتكون شايفاه وهو باصص لها ومش عارف يعمل حاجة، وساعتها بيرموه بره الكلية بطريقة مهينة. بعدها بيعيش فترة نفسية صعبة وحاسس ان حلم حياته راح منه، وبيفتكر ذكرياته مع حبيبته اللي خانته، وبيروح يتكلم مع اصحابه بيرفضوا يكلموه لانه باعهم قبل كده. وتاني يوم بيلبس لبس جامعته القديمة وبيروح كلية سانت تريزا، ويقف قدام مناف وبيقول له مبروك عليك نيا وانها ما تلزمنيش، وبيقول له انه هيفوز بمسابقة طالب العام وانه هيدمر غروره. بعدها بيسيب المكان وبيمشي، وشيريا بتكون شايفة كل اللي بيحصل، وبيرجع كليته وبيتمرن مع اصحابه لعب الكبادي، وهو قاعد بتيجي شيريا قدامه وبتطلب منه يشترك معاه في مسابقة الرقص على مستوى المدينة، وبكده هيتفوقوا على مناف ونيا، وبياخد منها الاعلان ويرميه على الارض. ولما اصحابه اتريقوا عليه شيريا عرفتهم ان هي اللي ضحكت عليهم ودخلتهم الحفلة مش رهان، وبالليل بيروح لها الديسكو علشان يقابلها ويديها الاعلان، وبيقول لها لو عايزة تفوزي لازم يكون علشان نفسك. وتاني يوم وهو مروح بيلاقيها قدامه وبتوافق على كلامه، وبيبدأوا تدريب الرقص وبيكونوا فريق، وبترجع البيت وبتحتفل بعيد ميلادها لوحدها، وبنعرف انها بتعاني من الوحدة وكل الناس بتبعد عنها. ولما بتروح لبيت رهان بتتفاجئ انه عامل لها عيد ميلاد، وبتكون مستغربة وبتشكره علشان عايز يفرحها ويحتفل بيها قدام كل الناس. ومع الوقت الصداقة بينهم بتكبر يوم بعد يوم، وكل واحد بيتعلق بالتاني، وبيجي ميعاد مسابقة الرقص وبيقدموا العرض بتاعهم وبيقدروا ياخدوا المركز الأول، والجمهور بيسقف لهم، وهم مروحين شيريا بتديله الجايزة لأن محدش من أهلها هيهتم إنها فازت، ولما سألها عن أمها قالت له ماتت وهي بتولدني، ومن وقتها بيعتبروني نحس، علشان كده عمري ما احتفلت بعيد ميلادي. ورهان بيحضنها وبتصعب عليه، لكن بيشوفوا نيا قدامهم وبيستغربوا، وبتعرفوا انها سابت مناف وعايزة ترجع له تاني، لكن شيريا بتتضايق وبتعترف انها بتحب رهان، ولما بيختلفوا مع بعض بتوقع كوباية الشاي عليها، ورهان بيتضايق منها وبيطلب منها تسيبهم لوحدهم، وهي بتتحرج انهم رجعوا لبعض وبتسيبهم وتمشي. ولما بتروح بتكون حزينة ومش عارفة تعمل ايه، وتاني يوم بتفطر مع ابوها، وفجأة بيدخل عليها رهان وبيوري ابوها الجايزة وبيعرفوا انها فازت في مسابقة المدينة للرقص، وابوها اول مرة في حياتها بيبصلها بنظرة فخر، وبيجي معاه ببطولة الجامعات، والطلاب بتدخل الاستاد، واصحاب رهان بيشوفوا مناف وبيفضلوا يتريقوا عليه بسبب عيد ميلاده، وهم في الشارع مناف واصحابه بيفضلوا يضربوا فيهم، وبيطلعوا يجروا وبيروحوا الاستاد علشان يحموا نفسهم، ولما اباشك بيدافع عنهم بيضربوه، ومناف بيرميه على لوح الازاز وبيكسروا بيه، ورهان بيعرف ان اصحابه بينضربوا فبيطلع يجري عليهم علشان ينقذهم، وبيوصل الاستاد وبيجري عليهم وعايز ينتقم لهم، وبيهجم عليهم بكل قوته، ومحدش فيهم بيعرف يعمل معاه حاجة، وبيتخلص منهم، وبيشوف مناف قدامه وهما الاتنين بيتحدوا بعض، وكل واحد بيحاول يقضي على التاني، لحد ما رهان بيضربه وبياخد حقه وحق اصحابه، وبياخدوا اباشج للمستشفى، وشيريا بتوصل علشان تطمن عليهم، ولما بتقعد مع رهان بتعتذر لنيا عن تصرفاتها وبتتمنى ليهم السعادة، وبتديهم بقيه الورد وبتسيبهم وتمشي، وهي حزينة، وفريق رهان بيتمرن علشان عايزين يفوزوا بالمسابقة ويحققوا الكاس لأول مرة في حياتهم، وبيجي أول يوم في البطولة، وبتكون في مسابقة الجري، ووقتها بنلاقي مسابقة خاصة بالرهان ومناف، وبيبدأ السباق بينهم، ومناف بيتجاوز رهان بسهولة وبياخد المركز الأول، ونفس الشيء في سباق 300 متر، وبيجي سباق 800 متر، ورهان اتعلم من الغلط بتاعه وبيعدي من مناف وبياخد المركز الأول، وكلهم بيكونوا فرحانين بفوز رهان. وبتبدأ المسابقات في الألعاب التانية، وكل الفرق بتنافس على البطولة، وتاني يوم بنروح لعبة الكبادي، وبنشوف فريق سانت تريزا بيفوز في مباراة ليهم، وبنعرف انهم أقوياء جدا، وفريق ديشوري بيبان عليهم انهم ضعاف جدا ومش عارفين يحققوا أي نقاط ومفيش فرصة للفوز، وبيجي دور رهان وبيواجههم وبيقدر يحقق أول النقاط، وبعدها بيتحمسوا وبيغيروا النتيجة لصالحهم،
وبيفضلوا يكسبوا لحد ما بيوصلوا المباراة النهائية. ونية بتروح تحتفل مع روهان وشرية بتشوفهم وهي حزينة. وهما ماشيين روهان بيرفض يكمل مع نية لأنه مش ناسي اللي عملته فيه وبيقرر يودعها. وبنروح لآخر يوم في البطولة وروهان بيدور على شرية لحد ما بيلاقيها في المسرح وبيقعد جنبها وشرية بتسأله انت عايز ايه، فبيقول لها انا بحبك ومحتاجك في حياتي. وهي بتفرح وبتقوله انه لازم يفوز بجائزة طالب العام. وبنروح للمباراة النهائية والفريقين بيستعدوا للعب آخر مباراة ومناف بيقدر يواجههم وبياخد منهم أول 3 نقاط. واصحاب روهان بيكونوا باين انهم ضعاف وبيجي دور روهان وبيستغل نقطة ضعفهم وبيقدر يحقق أول نقطتين. بعدها فريق روهان بيتقدم وبيقدر يكسب نقاط كتير وروهان بيتحداهم للمرة التانية لكن بيقدروا يمسكوه ومناف بيكسر له دراعه علشان يخرجه من المباراة وبيتأثر بالإصابة. وساعتها فريق روهان بينهار وبيخسر في كل المواجهات وفرق النقط بيزيد والمدرب بيقول لهم مفيش أمل في الفوز. لكن روهان بيمشي ناحية الملعب وبيقرر يتحداهم من تاني والفريق كله بيكون معاه وبيساعدوه وساعتها بيكملوا المباراة وكلهم بيستخدموا مهاراتهم علشان يفوزوا باللقب. وبنروح لآخر لعبة والفرق بيكون 7 نقاط لصالح كلية سانت تريزا وروهان بيستعد لآخر أمل ولازم يكسب 8 نقاط. لكن فجأة بيلاقي نفسه متحاصر وبيحاول يفلت منهم وبيستخدم مهاراته ضدهم وبيلمس كل اللاعبين وبيوقع مناف على الأرض لكن بيقدروا يمسكوه. لكن بيفتكر كل لحظات الانكسار اللي حصلت له في حياته وبنشوفه عمال يقاوم لحد ما بيعدي الخط وبينتصر والفريق كله بيحتفل وفرحان. وشرية بتجري تحضر روهان ونية بتكون شايفاهم والفريق بياخد كاس البطولة لأول مرة في حياتهم. وبيجي الدور على روهان وبيستلم جايزة طالب العام. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو حابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشوفك الفيلم الجاي. سلام يا عمر.